الكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية ونستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال بذكرى تدمير جبهة نادر أوز. مشروع الدحل وحلحلة يخلقان فرص العمل. أمطار مصحوبة بالرياح القوية والثلوج تحدث الأضرار في هيكوتا. كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل وتل أبيب تأسف للقرار. مقاتلات تركيا تقصف مواقع لحزب العمال الكردستاني شمال العراق. حرارة المحيطات وارتفاع مستوى سطح البحر تسجلان مستويات قياسية. أهلا بكم. تم الاحتفال يوم 19 من مارس في مدينة أفعبت بالذكرى 36 لتدمير جبهة نادر أوز وتحرير مدينة أفعبت. وشهدت الاحتفالية عرضا عسكريا ومسيرة شعبية وطلابية وشعارات تعكس هذا الإنجاز التاريخي، إضافة إلى مناشط ثقافية وفنية. وأوضحت لجنة تنسيق الاحتفالات في الكلمة التي ألقتها في الحفل الذي حضره حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرهة وسكرتير الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة في الإقليم السيد رزان أدوناي وقادة الجيش وآلاف المواطنين أن تدمير جبهة نادر أوز كسر ظهر الاستعمار وفتح الباب للاستقلال، وأن الاحتفال السنوي يهدف تكريم الأبطال الذين حققوا الانتصار ونقل التاريخ إلى الأجيال. وقال مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب إن الاحتفال ينظم هذه السنة في مرحلة تاريخية استثنائية أثبت فيها الشعب الإريتري بوحدته وحماية استقراره وسلامته وسيادته الانتصار في جميع المجالات. وذكرت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهام أن وقت ذكرى الانتصار الذي تحقق قبل 36 عاما هو أيضا وقت الانطلاق للتنمية، معربة عن ثقتها في تحقيق المعجزات في التنمية أيضا. يذكر بأن الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا دمرت في الهجوم الذي نفذته من 17 إلى 19 من مارس عام 1988 دمرت خلال 48 ساعة جبهة نادر أوز التي كانت تضم 20,000 جندي إثيوبي وعدد كبير من العتاد العسكري ومستشارين سوفيت. أفاد مدير مديرية دباروا السيد فرونجيل تخلاهيمانوت أن مشروعي عدهالو وحلحلة يخلقان فرص العمل لآلاف المواطنين، وأوضح بأن حوالي 3,000 مواطن من المديرية 80% منهم نساء يعملون في تنمية الخضروات والفواكه والعلف الحيواني. من جانبه أوضح المدير العام لمؤسسة المواشي والغلال الرائد كبراب أبراهام أن مشروع تربية أبقار الألبان في حلحلة الذي أخذ يتوسع قد خلق فرص عمل ل 2865 مواطنا من المنطقة، بينهم 2639 امرأة. وذكرت النساء اللاتي حصلن على فرص العمل أنهن يكتسبن خبرة في مجال زراعة الخضروات والفواكه إلى جانب تأمين مصدر الدخل الاقتصادي. قام أعضاء اللواءين 15 وال21 في الجيش الشعبي في الإقليم الأوسط قام بحملة نظافة في مستشفى أروتا المرجعي الوطني بالتعاون مع شركة السكن للإنشاءات وإدارة الإقليم يوم 20 من مارس. وأوضح مسؤول النقل في مستشفى أروتا الوطني المرجعي السيد حديش أفورقي أن 3 شاحنات كبيرة وثلاث شاحنات حاويات نفايات وسيارة نفايات شاركت في حملة النظافة. وذكر قادة وحدات الجيش الشعبي أن أعضاء الجيش الشعبي المشاركين في الحملة هم من وزارتي الصحة والتعليم ومفوضية الثقافة والريادة والشباب العمال. وتأتي حملة النظافة ضمن الجهود المبذولة لضمان صحة المواطنين من خلال التأكد من نظافة وكفاءة المرافق الصحية. وأكد المشاركون في النفير على استعدادهم للاستمرار في البرامج بشكل أكثر تنظيما وقوة.
أوضح رئيس الجمعية الوطنية لمرض السكري في إريتريا الدكتور غيتوم مبرهتو أنه يمكن الوقاية من مرض السكري بنسبة 80% باتباع النظام الغذائي الصحي و20% بممارسة التمارين الرياضية المنتظمة. وقال إن هناك أكثر من 100 ألف مريض بالسكري في البلاد، لكن 15 ألف فقط منهم ينضوون في الجمعية الوطنية للسكري. وقال إن مرض السكري يتسبب في السكتة الدماغية والعمى وأمراض القلب والفشل الكلوي وبتر الساقين، موضحا السيطرة على الأمراض المعدية عامة وخاصة أمراض السل وفيروس نقص المناعة المكتسبة الأيدز والحصبة والدرن وشلل الأطفال نتيجة الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الصحة. غير أن الأمراض المزمنة مثل مرض السكري وضغط الدم آخذان في الارتفاع. وذكر الدكتور غيتوم الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بمرض السكري بمتابعة أدويتهم بشكل صحيح والتحكم في وزنهم ومراقبة مستويات السكر في الدم لتجنب عواقبه، موصيا بالقيام بالتمارين الرياضية المنتظمة يوميا ل30 دقيقة وتجنب أكل الشحوم والملح. وقال إن الحكومة الإريترية تقوم بتوزيع الأدوية المجانية لمرضى السكري شهريا لتكون إريتريا مثالا مقارنة بالدول الأخرى. تفيد التقارير بوجود 450 مليون مريض بالسكري في العالم. نظم أسبوع الطلاب الرياضي الثقافي في مدينة ملقي بإقليم القشبركة في الفترة من 8 حتى 10 من مارس. وأوضح مسؤول وحدة الثقافة والرياضة والصحة في المديرية الأستاذ تسفاي جبر النقوس أوضح تقديم عروض الابتكار والتعليم إلى جانب المسابقات الرياضية والثقافية. وذكر مسؤول مكتب التعليم في مديرية ملقي الأستاذ هياب غيتوم الأسبوع الطلابي الذي بدأ بمستوى المدارس واستمر على مستوى المديرية بمشاركة المدارس والطلاب الفائزين يأتي ضمن الخطة الأكاديمية السنوية. وقال مدير مديرية ملقي السيد زرعي برهي أن أسبوع الطلاب يساهم في توريث القيم الثقافية وتعزيز الأنشطة الرياضية والتعليمية. وتم في الختام توزيع الجوائز على الفائزين في الأنشطة الرياضية والبرامج التعليمية والمسابقات والثقافية والابتكار. ألحقت الأمطار المصحوبة بالرياح القوية والثلوج التي هطلت يوم 17 من مارس في ضاحيتي لبناي وقراشة في مدينة هيكوتا ألحقت الأضرار في الأرواح والممتلكات. وجرفت السيول في ضاحية لبناي رجل يبلغ من العمر 58 عاما، واقتلاع ألواح الزنك من 4 فصول دراسية ومخزنين في ضاحية قراشة وإتلاف الكتب والوثائق بداخلها. وذكر مدير ضاحية قراشة سيد محمد علي آدم أن 15 من الأكواخ قد دمرت جراء الأمطار المصحوبة بالرياح القوية والثلوج التي هطلت في 9 مساء وفي غير فصلها. فاصل قصير من ثم نتابع الأخبار على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أعلنت وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد قرار غير ملزم من مجلس العموم. وقالت جولي كان الاقتراح الأصلي هو تعليق مبيعات الأسلحة إلا أنه تم تغيير ذلك إلى الحظر التام. كما تضمن الاقتراح أيضا بندا يدعو إلى دعم إنشاء دولة فلسطين بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين. وصوت البرلمان الكندي على إيقاف تصدير الأسلحة لإسرائيل ب204 صوت مقابل 117 صوتا يدعم إرسال الأسلحة لتل أبيب. وقال البرلمان الكندي إن قراره يأتي بإطار دعم أوتاوا لوقف إطلاق النار بغزة، وكذا إطلاق سراح المحتجزين وحل الدولتين ودعم قرارات محكمة العدل الدولية بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية. في المقابل اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس القرار الكندي خطوة تقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، معربا عن أسفه لاتخاذ كندا هذه الخطوة.
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات التركية شنت غارات جوية على 27 هدفا لحزب العمال الكردستاني المحظور في عملية عبر الحدود شمال العراق. وقالت الوزارة في بيان: تم تدمير إجمالي 27 هدفا بما في ذلك المخابئ والملاجئ والكهوف التي يستخدمها تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في مناطق ميتينا والزاب وهاكورك وقارة وقنديل شمال العراق من خلال العمليات الجوية. وجاءت العمليات بعد أن أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي وإصابة 4 آخرين نتيجة محاولة تسلل وهجوم لمسلحي حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية المخلب شمال العراق. وتقوم قوات الأمن التركية في كثير من الأحيان بعمليات عبر الحدود في شمال العراق، وهي منطقة تضم مخابئ وقواعد لمسلحي حزب العمال الكردستاني، حيث يشنون هجمات ضد تركيا. تناول أحدث تقرير عن حالة المناخ العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عدة مؤشرات لأزمة المناخ، فضلا عن آثارها الكارثية على الناس في شكل موجات حارة وفيضانات وجفاف وحرائق غابات وأعاصير مدارية. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الوضع فالعام 2023 كان الأكثر احترارا على الإطلاق، حيث أشار تقرير جديد صادر عن وكالة الأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إلى الأعراض الأخرى الناجمة عن تغيير المناخ والتي كانت خارج المخططات العام الماضي. ويتناول أحدث تقرير عن حالة المناخ العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عدة مؤشرات لأزمة المناخ، فضلا عن آثارها الكارثية على الناس في شكل موجات حارة وفيضانات وجفاف وحرائق غابات وأعاصير مدارية. أطلقت الصين قمرا صناعيا سيكون بمثابة جسر اتصالات بين العمليات الأرضية على الأرض ومهمة قادمة على الجانب البعيد من القمر، مما يمثل مرحلة جديدة في برنامج البلاد طويل المدى لاستكشاف القمر. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن صاروخ لونغ مارش 8 يحمل الصاروخ كوتشياو 2 الذي يبلغ وزنه 1.2 طن متري، والذي سمي على اسم جسر أسطوري مصنوع من طائر العقعق، وقمرين صناعيين مصغرين تياندو 1 و2 انطلق من مقاطعة جزيرة هاينان الجنوبية. وسوف يدور القمر الصناعي حول القمر وينقل الإشارات من وإلى المهمة المتوقع إطلاقها في مايو. وستسعى المهمة الروبوتية إلى استعادة عينات من حوض قديم والحصول على المواد القمرية من الجانب المخفي للقمر لأول مرة. نختم النشرة بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. الاحتفال بذكرى تدمير جبهة نادو إز. مشروع التحلح على يخلقان فرص العمل. أمطار مصحوبة بالرياح القوية والثلوج تحدث الأضرار في هيكوتا. كندا تعلن وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل وتل أبيب تأسف للقرار. مقاتلات تركيا تنصف مواقع لحزب العمال الكردستاني شمال العراق. وحرارة المحيطات وارتفاع مستوى سطح البحر تسجلان مستويات قياسية. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العام، والسلام عليكم ورحمة الله.